السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. في ظل العته الفني اللي احنا بنشوفه في الدراما التلفزيونية في رمضان، بيخرج علينا فنان محترم، عنده رسالة بيحاول ان هو من خلالها يتكلم في حاجات بتخص حياتنا الاجتماعية، بطريقة مبسطة وسهلة بدون أي تكليف. الفنان ده الفنان الجميل سامح حسين بيعمل برنامج، في اعتقادي الشخصي ان هو من انجح البرامج السنة دي، ان لم يكن الانجح على الاطلاق في جميع ما بنشاهده من عته فني وسط جعير وزعيق وتهليل ومعارك وخناقات ووجع وضرب وخبط ورزيع، وانت في النهاية كمشاهد مش فاهم اي حاجة من العته اللي بتقدم لك ده. ولكن الفنان سامح حسين خرج علينا ببرنامج اسمه قطايف، برنامج سهل وبسيط، بيناقش من خلاله حياتنا الاجتماعية بمنتهى البساطة وبدون أي تكلف. الفنان سامح حسين قدم في شهر رمضان أو مازال بيقدم في شهر رمضان برنامج قطايف. البرنامج ده برنامج كده بيتكلم في الأمور الدينية والأمور الاجتماعية والأمور الشخصية، وبيناقشها بكل سلاسة وبساطة كده. وهو راجل بيقولك أنا لا راجل دين ولا أي حاجة، ولكن أنا بعرض عليكم فكرتي كمقدم محتوى اجتماعي على قناته على اليوتيوب. والسنة دي الناس كلها بلا منازع بتحييه وبتشجعه، لأنه هو ما شاء الله يعني الناس كلها متابعاه. فأنا بصراحة لما دخلت وشفت البرنامج اللي بيقدمه الفنان سامح حسين، ما شاء الله عليه، ربنا سبحانه وتعالى كرمه من أوسع أبوابه. والبرنامج ما شاء الله ناجح جدا 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 السنة دي، وأغلب المشاهدين وأغلب حتى مقدمين البرامج، وحتى الفنانين سقفوا له قالوا له شابوه سامح حسين. برنامج محترم بيقدم محتوى محترم في ظل ما احنا بنشاهد من محتوى ساقط فنيا، من مسلسلات لا تغني ولا تسمن من جوع، ومن برامج ساقطة وواقعة جدا ما بتقدمش أي إفادة للمشاهد، غير إنها بس عايزة في النهاية إنها تحصل على المشاهدات وعلى المتابعات وعلى اللايكات والكلام الفاضي ده. وبتقدم أغلب المسلسلات بتقدم الشارع على إنه عبارة عن بلطجة وضرب وخبط ورزع وبس. إنما الفنان المحترم سامح حسين قدم لنا رمضان السنة دي برنامج محترم على قناته على اليوتيوب، وبدون اي امكانيات برنامج بسيط خالص وسلس. مفيش اي امكانيات مع الراجل غير ان هو بس الكاميرا وشغل مونتاج وخلصنا على كده، انما ما فيش معاه امكانيات. ولكن سبحان الله، سبحان من حبب خلقه فيه، البرنامج بينجح وبيكسر الدنيا وبيبقى رقم واحد من حيث المشاهدة في رمضان 2025. تحية للفنان المحترم سامح حسين وشابوه، و... واحنا كلنا معاك وفي ظهرك. فانا بقول لكم ادخلوا شوفوا برنامج قطايف، برنامج الفنان سامح حسين، وقولوا لي ايه رأيكم، هل هو فعلا يستحق الدعم والتقدير، ولا هو بيقدم محتوى كده من خلال وجهة نظركم. وسيبوا لي تعليقاتكم وآراءكم على برنامج قطايف، برنامج الفنان سامح حسين. بالمناسبة، بكرر تاني بقول لكم برنامج رامز جلال السنة دي رامز إيلون هاكس برنامج فاشل ب33 و300. النهاردة كان لي حلقة مع الفنانة رحمة، ونفس الموضوع ونفس الأداء، والأداء ساقط والأداء واقع والدنيا بايظة منه خالص. وأنا من هنا من قناتي بقول لرامز جلال: يا رامز، فكك من المقالب وفكك من الكلام الفاضي ده، وشوف لك شغلانة تانية غير موضوع المقالب ده.
تحياتي ليكم أحبائي الكرام. كان معكم محمد كريم من إحدى الأماكن في الشقة.